وصلنا مدخل بوجدور، يبدو انه في فعاليات كبيرة. السلام عليكم. اهلا 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 وسهلا. اسعد يا عبد الواحد دائما احنا معكم في اللايف. الله يحفظك يا اخي، الله يبارك فيك. عبد الواحد الله يحفظك، الله يحفظك يا اخي، الله يكرمك. نوقف ونفتح اللايف في اليوتيوب. خلينا نقول بحوزه لو انه نتبتب تبتبه. اخواني الكرام، اجواء خياليه هنا مع القبائل الصحراويه، قبيله الشرفاء. عن الشرف هذا دريسه. حياك الله. مرحبا اي واحد. الله يحفظك يا اخي. هذا دريسه هذا. الله يبارك فيك، الله يكرمك. الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. ابو عمامه راعي. ابو عمامه اخينا الكريم، ايوه كان معنا هناك. اهلا وسهلا. الله يبارك فيكم، الله يحفظك. طبعا هذه انت عندنا مرحبا بك عن الشرف. شكرا لك، الله يحفظك. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. هذا فقط التغطيه كامله تشوفوها في اللايف. عملنا لكم لايف ماراثوني، شوفوا في اليوتيوب. الله يزوجكم. من بوجدور، اسعد الشرعي، شرعي تي في. لحم الجمل، لحم ابل، لو روعه والله، طلع يعني حاجه مزيانه بزاف ما شاء الله. عبد الواحد دق لا ان شاء الله. شكرا لاخواننا في قبيله الشرفاء اولاد بسبع على كرم الضيافه، حقيقه شكرا، بارك الله فيهم. ايوه تابعوا اللايف. الحقيقه اخواني الكرام، لا نستطيع تغطيه كل فعاليات المهرجان او ملتقى قبيله الشرفاء اولاد بسباع هنا في بوجدور. كنا في لايف طويل الى ان وصلنا الى الغداء. تغدينا لحم جمل احنا والشباب، والان ما شاء الله العدد كبير جدا هناك في ساحه بدات فيها التبوريده. هذا مسكين قد اتخلع 5 مرات بسبب الانفجارات ديال التبوريده. في خلف هذه المنصه جموع هائله جدا في بوجدور، فبالتالي لا نستطيع ان نغطي لكم كل شيء، لان اللايف ما نقدر نخلي اللايف مفتوح على مدار اليوم. لكن اليوم كما قيل لي انه يوم للاستقبال، استقبلوا الناس شويه عروض. لكن غدا وبعد غد السبت هو اليوم الرئيسي، يوم السبت الذي سيتواجد ربما في المخيم أكثر من 4000 شخص كما قيل لي. نحن هنا الليلة وغدا وبعد غد إن شاء الله، وبعد ذلك لكل حادث حديث. عموما كما ترون الجموع هناك كبيرة جدا. بنوا منصة مؤقتة هناك، وخلف المنصة جموع من جميع الاتجاهات، ما استطعنا حتى أن احنا نمشي لهناك. المكان كبير جدا. احنا لم ننضم إلى فعالية اليوم لأنها ستتكرر كما قيل لنا غدا وبعد غد، فبالتالي اليوم نرتاح لأنه إحنا على سفر طوال اليومين الماضيين ونحن على سفر.